السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معي في قناه فاطمه الموح. اليوم غادي نحضر معكم بسطيلات كيجيو مقرمشين رائعين. غادي نخليكم مع الطريقه والمقادير، وغادي ندوزو للطريقه والمقادير. عندي في المقادير 600 غرام ديال الدقيق، اللي هي 6 الكيسان ديال الدقيق دائما العبر بكاس العنبه، مع معلقه ديال العسل وشويه ديال الملحه، وغادي نجمعوها بالماء يكون بارد. صافي غادي ندير داك المعلقه ديال العسل مع معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه على حسب الذوق، وغادي نجمعوها بالماء. انا خدت ليا كاس الا ربع ديال الماء، وعلى حسب الدقيق، كاين دقيق اللي ما يشرب او ما يشرب. صافي غادي نجمع ديك العجينه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في واحد البلاستيك ونخليها ترتاح. على ما ندوز للحشوه كنلقى العجينه عندي متلوقه وتكون عندي ساهله. صافي بعد ما جمعت العجينه، هذا هو الشكل ديالها، كتكون رطبه وخفيفه، وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونديرها في واحد البلاستيك ونخليها ترتاح. على ما نجدو الحشوه كنلقاو العجينه متلوقه وسهله. وغادي ندوزو للحشوه. عندي في الحشوه خديت هنا الشعريه الصينيه طحنتها في الهشوار ومرقدها في الماء غليان، مع الزيتون مقطع، البصله مقطعه، الربيع الزيتون، الربيع زبور معدنوس، سمحوا لي مع الصيام، شويه ديال القرفه، حرقوم، طبزيره ديال الدجاج، ثومه غبره، البزار، زبور حبوب وسكنجبير، ورقه ديال موسى. هادو هما المقادير، هادو هما التوابل اللي ذكرت معكم، والدجاج على حسب الاسره ديالكم. كاس الا ربع ديال زيت المائده مع زيت الزيتون، وغادي نحط شويه ديال الزعفران شاره، كيعطي فيها واحد البنه رائعه. صافي غادي ندير ديك البصله اللي مقطعه، خلطت انا البصله البيضاء مع الحمراء، وغادي نزيد داك الدجاج بعد ما الدجاج ديالي مغسول بالحامض والملحه سكنجبير، وغادي نزيدو على ديك البصله، وغادي نزيد مع دوك التوابل اللي ذكرت معكم. غادي نزيد زيت المائده مع زيت الزيتون مخلطين، وغادي نخلي ديك الزيتون مقطعه تنديرها مع الحشوه اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نزيد شويه ديال الملح على حسب الذوق، قزبور ومعدنوس. صافي غادي نخلط كلشي هاد الحشوه، وغادي نزيد شويه ديال الزعفران شهره، كيعطي فيها واحد البنه رائعه. على ما نوجدو الحشوه كنلقاو العجينه تكون عندنا موجوده. صافي غادي نرد كلشي على النار حتى كيطيب ليا الدجاج. يطيب الدجاج نحيدو منو العظومه، وغادي ندوز للحشوه. خديت هنا صلصه ديال الصوجا مع علبه ديال الطون، كيعطي فيها واحد البنه بحال اللي داري الحوت بالكثره. وحنا راه على العلبه ديال الطون مع قزبر ومعدنوس مع ديك الشعريه اللي خديتها ودرتها في الماء غليان وطحنتها، كتعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره، مع شويه ديال الحاره الهريسه حتى هي كتعطي فيها واحد البنه. صافي غادي نخلط ديك الحشوه وغادي نردها على النار حتى كتشرب لينا داك الحوت مع ديك الشعريه، وغادي نزيد عليها شويه ديال الحامض. كتجي واحد الحشوه رائعه وبنينه اللي داقها ما كيقول واش بالعجينه، وهي ما كيقولش بالورق بالعجينه، كيقول واش بالورقه. صافي العجينه ديالي بعد ما ارتاحت كتجي متلوقه، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي نقطعها، ما ديروش الزيت فيها الوسط. صافي غادي نقطعها ربعه الكويرات اللي يكونوا متساويين، وغادي نديرهم في واحد الصحن اللي يكون مدهون بالزيت، وغادي ندهنهم بعد نغطيهم بواحد البلاستيك على ما يرتاحوا لي واحد 5 ديال الدقائق. كنرجع ليهم. خديت هنا الزبده ذوبتها باش غادي نورق. صافي غادي نضغط عليهم ونغطيهم بواحد البلاستيك الغذائي ونخليهم حتى كيرتاحوا، عاد نرجع ليهم على ما الحشوه ديالي كتكون بارده. هنا الزبده بعد ما ذوبتها غادي نزيد لها معلقه ديال المايزينا او نشا. انا خديت المايزينا ديال العبار، كتعطينا واحد الكميه اللي كثيره احسن من ديال الباكيه. صافي بعد ما ارتاحوا لي داك الكوارات واحد 5 ديال الدقائق غادي نرجع ليهم. صافي غادي ندهن بالزيت في الاول، عاد ندير الزبده. طريقه سهله وواضحه.
اللي ضاقهم عندكم كيقولها الورقه هما بالعجينه. انا دائما هاد العجينه عندي معتمده، عندي دائما هي اللي كنوجد. صافي غادي نطلقهم حتى كنتسرح العجينه تكون رقيقه، ما ديروهاش هي غليظه باش ما يجيكم مدقطين، كيجيكم مورقين. سمحوا لي مع الصيام على كنت كنرول. صافي غادي نجبد فيها حتى كنطلقها. غادي نديرو وحده فوحده بحال غادي نديرو المسمن، وغادي ندير ديك الزيت هي اللي ديك الزبده هي اللي كتخلينا العجينه مورقه مع ديك المعلقه ديال المايزينا. صافي غادي نمشي معاهم مع الطريقه حتى كنكملهم. انا ما كتخطانيش هاد العجينه، دائما هي اللي معتمده عندي. كنجد بها البريوات، البسطيلات، اي حاجه كنديرها ديال المملحات كنجدها بها. صافي غادي ندير وحده فوحده حتى كنكمل دوك 4 الكويرات وانا كنطلق فيها. راه كتطلق لكم بكل سهوله. صافي غادي ندير العجينه الكواره الوسط اللي طويت وغادي نطوي عليها. صافي غادي نمشي مع الطريقه حتى كنكملهم. خليهم جانبا حدايا وتشوفوا معايا الحشوه بعد ما بردت. غادي نعمرهم. غادي نزيد معكم. صافي انا بعد ما كملت العجينه بالتوريق غادي نزيد فيها ديك الكواره اللي طويت في الاول. انا ما مزربه كاعش الفيديو باش تشوفوا الطريقه كي درت ليهم. صافي داك الدجاج ديالي بعد ما حيدت العظومه، ديك البصله كتجيني معلكه، خليوها حتى كتقطر لكم ديك الزيت ديالها. غادي نزيد على داك الدجاج مع ديك الحشوه اللي شفتوا معايا، ديك الشعريه الصينيه مع داك الحوت، الزيتون المقطع، قزبر معدنوس، وغادي نزيد عليها الفرماج على حسب اللي بغيتو. تقدروا ديروا تقدروا ما ديروا. حتى كنخلط ديك الحشوه تكون عندي واجده. هنا غادي نمشي العجينه اللي خليتها مورقه. انا راه مقصره لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه كي درت لهم. صافي غادي نجبد ديك العجينه تكون مربعه حتى كتطلق لينا بكل سهوله. صافي غادي نقطعها على شكل مربع، واحد القطعه ديال البيتزا، وغادي نديرها فواحد الزلافه وكتعطينا الشكل ديال البسطيله. صافي غادي نمشي معاهم مع الطريقه حتى كنكملهم بالحشوه. هنا عندي انا كنخدم فيهم الفران يكون عندي سخون، ملي كندخلهم كنقص لهم حتى كيتورقوا كيجيو محمرين مقرمشين. والله اللي ذاقهم يا ما كيقول بالعجينه كيقول بالورقه ديال البصيله. صافي غادي نزيد ديك الحشوه اللي تكون بارده، ما ديروش الحشوه هي سخونه، ديروا الحشوه بارده. كتجي هاد الحشوه رائعه وكتعطي فيها واحد البنه ديك الهريسه اللي درت فيها مع داك الفرماج، كتجي واحد الحشوه رائعه. صافي غادي نجمع ديك العجينه مع ديك الحشوه وغادي نستفهم في الصينيه ديالي وندخلهم حتى كيطيبوا ويتحمروا ويتورقوا ونخرجوهم. طريقه سهله. صافي هذا هو الشكل ديالها بعد ما قلبتها. ملي كتدخلوهم كتقبوهم بواحد العود من الوسط باش ما يتنفخوا وما يتفرقوا لكم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم كيجيو محمرين مرقين. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم دائما ما تنسوني باللايكات والتشجيعات، ولا عجبكم خلوا لي في التعليق باش نزيد نستمر في القناه ونعطيكم الجديد ونخلي لكم الراحه.